أي منحة بتدور على قصة ملهمة أو مثيرة للاهتمام، ومش لازم كل القصص تكون مبنية على مبدأ المعاناة والتحديات والصعاب اللي بتواجهها. طول ما أنت عارف تبني قصتك من ظروفك هتكون فرصك أكبر إنك تاخد المنحة. يعني لو سنك صغير ولسه متخرج، ابني قصتك على إنك عارف من البداية طريقك فين وعارف أنت عايز تشتغل إيه وتطور نفسك في إيه. لو سنك كبير وعندك خبرات كتير، خليك تبني القصة على إنك مقتنع إن السن مش عائق، وإن مهما اتطورت بشكل عملي أو مهما اتطورت أكاديميا أنت دايمًا محتاج تتعلم أكتر علشان تتميز أكتر في تخصصك. لو كنت أب الأطفال أو كنتِ أم الأطفال، فممكن تبني القصة على إنك مقتنع إن الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية مش دايمًا أبدًا لازم تكون عائق في تطوير نفسك، وإنك تتعلم أكتر وتطوّر من شخصيتك وتطوّر من شغلك. عايز أقول لك حتى لو لا قدر الله أثناء الكلية سقطت سنة، والّا حتى التقدير بتاعك ما كانش عالي، أنت ممكن تبني القصة بتاعتك حوالين إن بعد حاجة زي كده، بعد إن أنت تسقط سنة أو تقديرك ما يكونش عالي، في ناس كتير بتحس بالفشل. ولكن أنت أصرّيت إنك تطوّر نفسك وبدأت تشتغل على نفسك أكتر وأكتر، وتثبت من خلال كورسات أو من خلال شغلك بعد التخرُّج إنك فعلًا مُصِر على تطوير نفسك، وإن مرحلة المنحة أو الماجستير أو الدكتوراه اللي بتقدّم عليها هي الخطوة الصحيحة دلوقتي في طريقك علشان تقدر تكمّل رغم اللي حصل أثناء الكلية. لو already معاك ماجستير وبتقدّم على منحة ماجستير، فممكن تقول إنك عايز تخصُّص فرعي أكتر وعايز تتعلّم جزء معيّن في المجال بتاعك، علشان كده أنت عايز الماجستير التاني، فهو ماجستير تكميلي وأساسي لتطوير طريقك أكتر من كونه هو ماجستير أنا عايز أعمل ماجستير وعايز أدرس وآخد منحة وخلاص. حتى لو معاك دكتوراه وهترجع تاني تقدم على ماجستير من خلال أي منحة، فساعات دي بتكون حاجة كويسة، لأن مجالات العمل كلها بتتطور. فمثلا لو حد شغال في المجال الصحي ومعاه دكتوراه وهو أستاذ وكل حاجة، دلوقتي بدأ الذكاء الصناعي يدخل في كل المجالات، فممكن تقدم على ماجستير في المجال الذكاء الصناعي علشان تقول إني والله أنا فاهم ومقتنع إن العلم بيتطور، وإني مهما كان مستواي التعليمي والعملي والأكاديمي أنا دايما محتاج أواكب التطورات الجديدة، فعايز آخد ماجستير في التخصص الجديد ده علشان أضيفه لخبراتي وأقدر أطور وأنتج حاجة جديدة في مجالي. الخلاصة كل المنح بتدور على قصة، ولو عرفت تبني قصتك من ظروفك أنت ومهاراتك أنت، صدقني فرصك هتزيد جدا جدا في المنحة، مهما كان غيرك من المتقدمين مستواه التعليمي إيه أو الشهادات اللي معاه إيه. أهم حاجة هي القصة. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.